بص يا صديقي، قبل ما ابدا كده ففي حاجه مهمه انا عايزك تعرفها. ده ملخص شياكه الانمي قاتل التنانين. ايوه، قصه شياكه ممزوجه بشويه اكشن ودراما فتاكه. من الاخر كده حاجه هتكون عظمه يا صديقي. فتخيل انت معايا تكون مجرد شحات متسول صايع وملكش اي لازمه، ولكن فجاه ومن غير اي انذار بتتحول لشخص جامد وجبار. مهتم بالحكاية؟ ما عليك غير انك تصحصح كده وتركز معايا وتذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. يلا بس ثواني يا صديقي، وقف تصوير وابدأ بسرعة يا حيوان. وتعال اقول لك الحكايه بدات ازاي يا صديقي. في وسط احد المدن البعيده على اقاصي البلاد كان الناس متجمعين حوالين تمثال الملكه العظيمه فالكري، وده علشان النهارده عيد ميلادها، وبيوزعوا بقى اكل وشرب وكل ده ببلاش، والناس كلها طبعا بتاكل بسعاده وما كانوش عارفين ايه اللي مستنيهم. لا ايوه، الاكل طلع مسموم وكل اللي اكله خلاص ودع. اما ده بقى فهو له واد غلبان وفي حاله ولا ليه دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بيه. كان زيه زي اي حد بياكل من الاكل المجاني، وهوب هوب يبقى سلم لي على تهاني. الاكل زي ما قلت لك مسموم، والواد بياكله وبيفارق الحياه، وبعد 6 ساعات تقريبا الواد بيفوق وبيلاقي نفسه مع فالكري. لا وفي وضع ما علينا. وايوه يا صديقي، الملكه طلعت مدوراها، بس الواد طبعا محترم واترعب اول ما شافها صديقي. والمعلم كده بيفضل يقلب في شعره فبيطلع الكائن الابيض ده، واللي بالمناسبه اسمه بارك يا صديقي. وفالكري بقى بتشوفه والواد بيفهمها انه صديق ليه وما ينفعش حد يشوفه او يعرف اصلا بوجوده. فالبت بتقول له تمام، بس الصدمه بقى ان هي اصلا ما تعرفش ايه اللي جابها هنا يا بت. فالواد بيقول لها انا كنت باكل من الاكل المجاني اللي جلالتك امرتيهم يوزعوه. بس اثناء ما هو بيحكي الملكه طبعا مستغربه، وقبل ما تدرك اي حاجه بتدخل عليها بقى الزوجه التانيه للملك وبتقول لها هي نمت كويس الليله اللي فاتت في حضن المتسول المقرف ده؟ لا كويس قوي. على العموم انا طول الليل كنت بصورك، وللامانه عملت فيديو جامد قوي هرفعه بقى على اليوتيوب كمان شويه وهيكسر ابو الدنيا خالص، اكيد هيتخطى المليون. وساعتها بقى سيرتك مش هتفضل في البلد المعزوله ديت بس، لا دي هتوصل لمدن وبلدان مختلفه، وحرفيا يا حلوه سيرتك هتكون على كل لسان. والناس كل لما تشوفك ماشيه في اي مكان الكل هيبص ليكي ويقول شرشر راحت شرشر جت. كانوا 70 جرام ايه بس اللي حطيناهم في عصيرك. ما كنتش اعرف انك مش هتقدري تسيطري علي نفسك للدرجه دي. يلا بقى سلام، الحق انا ارفع الفيديو. ففالكري طبعا بتتعصب وبترزع الواد قلم محترم وبيقول لها ليه يا ست، بس هي اللي وقعتك وعملت لك كماشه كويسه، بس للامانه كماشه بنت ناس. وايوه يا صديقي، فالكري اتغدر بيها من البت دي وهي في الاساس طيبه ومش بتاعه الكلام ده. وبعد كده بقى بتقول له ابعد عني، خليني اشوف طريقه نتنيل نخرج من هنا. وبارك بيقول لها بس كده عيوني ليك يا باشا. هو بياكل الحديد وبيكسره. وساعتها بقى الواد بيتحرق وبيقعد يعيط علشان كان عايز هو اللي يساعدها وبس. وفالكري بقى بتقول له ساعدني بس ولما اخرج يا عم ليك الحلاوه. فالواد بقى بيبص لها كده وبتقول له لازم نخرج قبل ما الوليه دي تتجنن وتعمل اللي في دماغها. انا مش فاكره ايه بالظبط اللي حصل امبارح، بس ايا كان يعني فانا متاكده انه هيوديني انا وانت ورا الشمس. حط ايدك في ايدي يا ابن الناس وخليها تعدي على خير. فالواد بقى بكل زعل كده بيقول لها لا اتصرفي مع حالك يا حلوه، بس هو في حد يجرؤ يعصي فالكري؟ يالا ده انت عبيط قوي. البت بقى بتدور فيه الضرب وبتعجنه لوكميات لحد اما بيتوب وبيقول لها خلاص حقك عليا، وبتدوس بقى على وشه وبتخرج من الفتحه اللي عملها بارك. والواد بقى بيعيط وبيقول لها اسحبيني طيب، فبترمي له دولار اخضر وبتقول له مع نفسك. فالواد بيعيط وبيقول لها لا ارجوكي، فبترجع تاني وبتشده لفوق. لا بنت محترمه يا جدعان. وده بعد ما طبعا ستر نفسه وبقى زي الفل يا صديقي. وبعد كده بقى بتقول له تعالى ورايا بس ارجوك ما تعملش اي صوت، مش عايزين الحراس يسمعونا. فبيقول لها تمام. وهي بقى بتروح من سكات تزحزح الحجر ده، والواد بقى بيقول لها طب هنخرج ازاي من هنا؟ فقالت له اسكت انت وما تتكلمش، انا هتكفل بكل حاجه. وعلى الصعيد الاخر كان في تنين قوي وجاحد شغال دب وطخ في المدينه، والناس بقى بتجري ومحدش عارف يوقفه. وفي ظل تلك الاحداث المتضاربه وهذا الوضع
الوضع المأساوي كانت الزوجة التانية والملك بيتفرجوا على اللي بيحصل من شرفة القصر، والتنين شغال يحرق في كل اللي حواليه. وبعد كده بقى بيظهر للملك الشخص ده، واللي من نبرة كلامه كده تحس ان هو اللي بيتحكم في التنين العتيق ده. والملك بيقول له يا عم بجد ما كنتش اقصد، صدقني وهنفذ لك كل مطالبك، بس وقف اللي بتعمله ده. فبيقول له انا قلت لك على اللي انا عايزه، فين البت يا جدع انت؟ فالملك طبعا مرعوب ومش قادر يتكلم. بس ساعتها بقى بتتدخل في الكلام الولية الحيزبونة دي، وبتقول له بص سعادتك، البت دي كانت طول الليل مع متسول في الزنزانة، ولو مش مصدق كلام تهاني تعال اوريك يا هاني. الولية ديت مش سالكة يا جدعان، بتقرب منه كده بدلع، والجحدة بتكون عايزاه يخلص على الملك ويتجوزها وياخد هو الحكم، بس بيتعصب جامد وبيخنقها وبيقول لها انت ازاي تقولي عنها كده؟ دي اشرف من الشرف. صادق يا عم. وبيقول لها دي ملكة جمال قلبي انا، دي بتدخل الحرب ضد جيوش وبنادق ولا بيفرق معاها اي حاجة خالص. برضه صادق يا عم. والبت بعد كده بقى بتضحك زي المجانين وبتقول له يا سيد التنين، عجبا لي اراك بمهب الريح متمسكا، ومهب ريحك مع متسول سارح، فلا بك هو يرضى ولا أنت بمن اشترتك ترضى. شاعر يا جدعان، ايه رأيك يا صديقي؟ ما علينا، المهم الواد بقى اتعصب جامد، وفي لحظة غضب كده فرتك دماغها، وكان لسه التنين شغال حرق في الناس لحد ما تفحموا بالكامل. وفي الأثناء دي بيكون الواد وفالكري أو تويا، وده اسمها الحقيقي يعني، لسه خارجين من السجن، هو اللي كان تحت الأرض، وبيشوفوا المدينة كده. وتويا بقى بتكون عايزة تساعد، بس الواد بيعرفها ان هم ممكن يحبسوها تاني. فبتقول له تصدق يالا مع انك غبي بس معاك حق. فبيعرض عليها تستخبى عنده اليومين دول لحد اما الاوضاع تهدى، وتبقى ترجع بقى تاخد حقها من اللي فضحتها دي. بس الغلبانين بقى ما يعرفوش ان هي خدت جزاها خلاص وماتت يا صديقي. وبالفعل بقى بتروح معاه تويا، وبعد 3 ايام بنشوفهم نايمين بس بكل ادب ومحترمين خصوصية بعض. وبطلنا طلع مؤدب وجنتل في التعامل، تصدق، وبيسيبها تنام على السرير براحتها وهو بينام على كراسي السفرة دي. سلوك جميل جدا ويستحق اللايك. اعمل لايك بقى يا صديقي. المهم بقى الواد بيصحى وبيحس كده بالشفقة عليها، فبيغمض عينه تاني، ولما بيفتحها بقى بيلاقيها بتطبخ اكل، لا وبتاكل الاكل كله. فبيتصدم طبعا وبيطلع علشان يشتري شوية اكل يسد جوعه وكده. وفي الوقت ده كان العجوز ده لامم اطفال القرية حواليه وعمال يحكي لهم بقى عن اللي حصل قبل 3 ايام، التنين المفسد بقى والحريق والكلام ده. بس الغريب بقى ان الناس العبيطة دي في اعتقادهم ان كل الكائنات على وجه البسيطة مهما كان اصلها، انسان بقى حيوان جماد، فمصيره هيتحول لتنين لو كان محظوظ جامد قوي. لا ده هبل ليفل ماكس يا صديقي، ما تعرفش مين اللي ضحك عليهم وفهمهم كده بس. المهم بقى فكنا من الكلام ده ونرجع تاني لتويا. هو الواد كان لسه راجع من بره ولقاها بقى سايباله الرسالة دي ومشيت من المكان. فساعتها بقى بيزعل وبيكمل باركو وبيقول له شكلنا هنرجع لوحدتنا تاني، بس تفتكر بقى ان هم هيقدروا لوحدهم يا صديقي؟ ابدا خالص. بوم بقى الواد كده بيبص فبيلاقيها داخله عليه ولسه هيقول لها هو انت مش مشيتي؟ فبتقول له هش، اتعامل على اساس انك خطيبي ماشي. ولسه هيسالها ليه، فبيلاقي بقى مروض التنين داخل عليهم وبيتكلم مع تويا وبيترجاها ترجع معاه من تاني، ولكنها بترفض وبتقول له ان هي راجعه لعشيرتها علشان تعرفهم على جوزها المستقبلي. فالمعلم لو بقى بيسمعها لا بقى وبيعيش الدور وبيقول لها لا يا حبيبتي بعد اذنك ما اسمحلكيش تتكلمي مع الغرباء وانا واقف. فساعتها بقى بيتعصب جامد، والواد لو ده خنزير بامانه. المهم بقى ومن غير كلام كتير الواد بياخدهم هما الاتنين على ظهر التنين وبيروح بيهم على القصر. وساعتها بقى لو بيسأل تويا عن الشخص ده، فبتقول له انه شاب معجب بيها جدا وعلى طول بيراقبها في كل مكان تروح، وساعة ما ابوها شافه على طول طرده من عشيرتنا. فلو بقى بيتصدم فبيقول لها ده ابوكي ده كان ايه بقى، جاحد؟ فبتقول له معرفش. فقال لها بس انا شايف ان الواد ده كويس وشريكي، ده بيحبك، هو ممكن يكون بيخطفك بس علشان ابوك يسامحه ويرجعه للعشيرة من تاني. فبتقول له مش عارفة، بس ايا كان ما عندناش خيار تاني واحنا لسه على وضعنا ماشي.
اللي يسالك انت خطيبي لحد بس اما نعدي الفتره الصعبه دي، تمام يالا؟ فقال لها تمام يا استاذه. والمعلم شاو طبعا بيشوفهم قريبين من بعض قوي، وطبعا بيتضايق وبينزل بقى بالتنين مره واحده، والواد بيكون ماسك في رجل الملكه وطبعا بترزعه واحده كويسه. وشاو بقى بيقول لهم معلش انا اسف، بس التنين بتاع النهارده حبيبته منكده عليه شويه فمش مركز معلش. بس لو طبعا بيقول في عقل باله هو فاكرني عبيط؟ فاكرني هصدق ان التنين هو اللي نزل فجاه كده من مزاجه؟ عبيط انا؟ لا. وبيقول لك ايه، التنين تنينته منكده عليه. يلا ما علينا. بعد كده بقى بيقول لهم وصلنا يا شباب، شايفين المدينه؟ اتمنى تكون عجبتكم، يلا بقى ندخل. وبالفعل بيدخلوا. هو الملك بقى ايه بيستلمهم تهزيق، واللي هو ازاي وفين وامتى وليه وما اعرفش ايه. فبيرد عليه شاو وبيقول له ما تزعقلهاش يا راجل، انت سامعني؟ فبيقول له اخرس خالص، هو مين اللي قالك تتكلم اساسا؟ انت مين اصلا يالا؟ فبيخاف شاو وبيسكت كده زي اما جلالته طلب. والملك بقى بيكمل وبيعرفهم ان بنته سمعتها انتشرت ومتصدره الترند في عناوين الجرايد والمجلات دلوقتي. لا وكاتبينها ايه كمان، جميله في احضان متسول. وبيطلب منهم يحبسوها في القصر هي والكلب المتسول ده. وبيبص بقى لشاو وبيقول له التنين اللي بره ده بتاعك؟ الصراحه التنين ده جامد وجاحد وما شاء الله عليه يا برنس، ما كنتش اتوقع ان فاشل زيك بعد ما يطرد من العشيره هيعمل حاجه عظيمه زي كده ويروض تنين فاخر زي ده. لا عجبتني ياض قوي، يا ريت بقى ترجع لعشيرتنا من تاني وتظبط حالك كده ماشي. وخدها كلمه ثقه مني، طول ما انت وافي ليا وما بتعملش اي مشاكل فانا هروق عليك وهحبك، ومش بعيد كمان انولك اللي في بالك يا عم. فالواد بقى ساعتها بيفرح وطبعا بدون اي مقدمات بيوافق، لان هو اساسا كان نفسه يرجع لهنا من زمان. وبعد ما الملك بيديله ظهره وبيمشي، شاو بقى بيقول للاميره هانت يا قمر، شويه شويه الملك هيحبني وبعد كده بقى نكون عيله واحده يا قمر. بس طبعا ده بعد ما نخلص من العبيط اللي واقف ما بيننا ده. بس المعلم لو طبعا كان بيتنطط حواليهم واللي هو انا شفاف يا جدعان. وبعد كده بقى شاو بيمشي وبيقول للاميره هتكوني ليا قريب قوي. والمعلم لو بقى بيحاول يهون على الاميره ولكنها بتسيبه وبتمشي. وعلى بالليل كده بيكون المعلم لو الرائد على ظهره وعمال يفكر في اللي هيعمله بعد كده وازاي هيتكفل بمصروفه اليومي هنا والكلام ده. فبيقول من بكره انا لازم ادور على شغل بدوام جزئي وان شاء الله مشي اموري يعني وكده. بس هو انا هفضل منحوس كده لحد امتى؟ هفضل كده فاشل وحساله ماليش اي لازمه؟ امتى بس هيكون ليا اهميه؟ امتى اتخلص من الحياه الروتينيه اللي انا عايشها دي؟ فبيقول الكلمه ديت من هنا وفجاه بقى بيلاقي نفسه انتقل لعالم تاني، مكان غريب كده وقدامه بيضه اغرب واللي بتطلع بقى بيضه ملك التنانين يا صديقي، وشكلها بقى هتلعب يا صديقي. بيحط ايده على البيضه كده وقبل ما يحصل حاجه بتدخل عليه البت دي وبتعرفه ان هي هتقدم له في الاكاديميه بما انه يعني دلوقتي خطيب الانسه تويا وكده. فالواد بيقول لها ماشي تمام، اعمل اللي يريحك، انا معاكوا في اي حاجه عادي. فالبت بقى بتقول له تمام يا اسطى، بس اهم حاجه محدش يعرف في الوقت الحالي عن علاقتك مع الانسه تويا ماشي، علشان بس ما يحصلكش اي مشاكل. فالواد بيقول لها لا تمام ما تقلقيش مش هعرف حد خالص. وبعد كده بقى بتكمل كلامها معاه وبتقول له بقى شويه نصايح كده وده علشان يعدي يومه الدراسي على خير يعني، وبتعرفه كل حاجه واليوم على كده بيخلص. وتاني يوم بقى بيروح الواد فعلا على اكاديميه وهناك بقى بتقابله بنت بارده جدا وبتفضل كده تتبرد عليه تريقه بقى وتنمر وحاجه اخر قرف الصراحه. فبيقول لها يا ست انا مش شحات. فبتقول له لا شحات و60 شحات كمان، ومين قالك اصلا ان هم هيدخلوك الاكاديميه بمنظرك ده؟ فقال لها هدخل وان حصل فهاخد سله الخوخ دي. فبتقول له تمام اتفقنا. والمعلم بيروح فعلا والعميد اول ما بيشوف رساله توصيته بيدخله على طول. فبيتضاير بقى علشان ياخد من البت سله الفواكه. فبتقول له انا بعتها اساسا للجده الطيبه دي، محدش اصلا كان يتوقع ان هم هيدخلوا حساله زيك للمكان هنا، يلا بقى خلي الغلابه تتعلم. فلو بيتعصب والبت دي بارده بامانه يا جدعان. هو المهم بقى الواد بيدخل يركب على تنين العم صبحي هو كده وكام واحد من الطلاب الجدد. والفلاح ده بقى بيقول لابنه مش كنت تيجي تحش لك شويه اكل للبهايم يا ابني افيد لك من اللي انت بتعمله ده؟ لو ما رجعتش مالكش وعاد فيها بعد كده، انت
سامع؟ تعالى يلا خلينا نشوف مصالح بهايمنا. فبيخرج الواد من وسط زمايله، وكل المدرسين وطلاب السنة التانية بقى بيضحكوا عليه. والمهم بقى المعلم صبحي بيطير بالعيال، ومنهم اللي خايف واللي فرحان واللي مش فارقاله واللي قاعدة على دكة فرحها بنات دماغها تعبانة قوي يا جدع. تحبيش اجيب لك سجارة وكوبايتين شاي عسل؟ وبعد كده بقى المعلم صبحي بيقول لهم لا يا جدعان اصبروا على رزقكم شوية كده، انا ممكن انزلكم دلوقتي. فبيقولوا له احنا في المية اصلا يا صبحي، يعني لو نزلتنا مش هيجرى لنا اي حاجة لان في تحتينا مية، انت مش شايف ولا ايه؟ فبيقول لهم ما يبقاش كل همكم من ركوب التنين هو انكم تطيروا بيه، لا انت ممكن هو تحسه كده كان عايز يخفي فشله في ترويض التنين ويتكلم في اي حاجة تافهة كده وخلاص يا صديقي. ما علينا، بينزلهم هنا وبيطلب من كل واحد فيهم يختار حيوان علشان يتعاقد معاه، لان مش اي حد زي ما قلت لك بيقدر يرتبط بالتنين. وده نفس الكلام اللي قاله لهم ريو. والعيال بقى بتتفاجئ، والله طلعت بتفهم يا عم ريو. والواد لو بقى بيبص على الذئاب دول وبيلاقيهم بقى بيتنمروا على الديناصور الصغير ده وبياخدوا من ما بين ايدهم، وبيقول من النهارده انت هتكون تابعي انا. فبيعملها على وشه بقى وبيفضل يضحك، وكانت لقطه من اكتر اللقطات اللي ضحكتني الصراحه. وبيفهم لو بعدها انه لو عايز يتحكم في الديناصور ده ويحوله لتنين لازم يضحك عليه بشويه اكل كده. فبيطلع له بقى بارك وبيقول له انا عارف انك بتحب الحاجات دي، بس علشان تاخدها لازم تتبعني زي الكلب السعران ماشي؟ فالديناصور طبعا بيفرح، وده لانه غلبان ومش عارف يجمع اساسا قوت يومه. وبالفعل بقى الواد بيعمل العقد معاه، ورسميا كده الديناصور بقى الوحش الاليف بتاع له. وبالمناسبه بقى بيسميه الناب الاسود. وبيرجع الواد بيستحمى، وتاني يوم بقى الناب الاسود بيدوس على وشه وبيصحيه، وده علشان يشوفه وهو بيعمل 5 ضغط. لا مجتهد أوي الحيوان ده يا جدعان، انا تقريبا كنت بدفع اشتراك الجيم وما بلتزمش غير اول اسبوع وبس، وده ان رحت اساسا هو اول يوم او 2-3 بالكتير وبس. يلا ما علينا، بيديله بقى دوده يمشي حاله بيها كده، وبيقول له شكلك رياضي مجتهد يا باشا، انا هاخدك لمكان تقدر تتدرب هناك براحتك. فالنبي الاسود طبعا بيفرح، وبعد كده بقى بيطلع على المدينه، والناس كلها بقى مش لاقيه لها سيره غير الاميره تويا والمتسول اللي ظهر في حياتها فجاه ده. وشويه منهم بقى شايفين ان الحظ واقف في صفه وعامل عمايله معاه يا صديقي، وشويه تانيين شايفين ان عمله صالح وده امر ربنا. والواد بقى كان ماشي وسامع الكل ولكن ما بيعلقش على اي كلمه. وبعد كده بقى وصل هو والناب للمكان ده، مكان التدريب. والواد طبعا بقى بيقعد يطبخ كده في الهواء الطلق والبريه، والمعلم نابو شغال تمرين في النهر. ولكن سرعه جرفان النهر في الوقت ده ما كانتش عاديه، لا نابو بقى بينجرف ناحيه الصخره دي وخلاص هيتفرتك، بس لو بقى بيشوفه وبدون تردد بيترمي في الميه وبينقذه في الوقت المناسب. هو الجزر اللي كان ماسك فيه بقى اتكسر، هو الواد اساسا ما بيعرفش يعوم، بس نابو ساعتها بيتشجع وبينزل علشان يلحقه. هو الواد بقى بيحاول يرجعه علشان المكان خطر عليه، ولكن ده خلاص اصلا مش شايف قدامه، وبيتقدم على سيده بسرعه. ومع اصراره الشديد ده بيحصل لجسمه كده تغيرات بيولوجيه، وهوب احلى تريكس يا معلم. ولكن وقبل ما يتحرك وينقذه، السيده دي بقى بتطلع وبتلحقه بالتنين الزعيم. والمعلم نابو اول لما شاف حجم التنين ده اتحرق كده وادرك انه نكره من حيث الحجم، وبيقع عليه وبيروح على لوتيان بقى يحضن ويلحس فيه. والبت بقى بتقول لهم خلصتوا كلام فارغ، يلا بقى في داهيه منك ليه وما تعطلوش تدريبي، انا وقتي مهم جدا ومش عايز اضيعه مع اهبل زيك، شق طريقك يابا وانا هدعيلك تتوفق في ترويض الصعلوك الصغير ده. فنابو بقى بيتعصب، هو اللي هو مين الصعلوك ده يا بنتل، بس لو مش عايز مشاكل ومشي بيه من المكان. وفي طريق رجعتهم بيشوف احد الذئاب بقى ماسك خصمه ونهيه، وبيلاحظ بقى ان نابو زعلان، فبيقرر يفرحه كده بواحده تونه. ياه نابو ما بيحبش السمك، واذا لذلك امتلأت عيناه دموعا. وبعد كده بقى بيروح بسرعه وبيجيب له شويه من ديدان الأز علشان يراضيه. وفي اثناء كده بدأ يفتكر التنين اللي شافه امبارح في مجاله الغريزي وازاي هيقدر يصحيه ويتحكم فيه، ولكن بيفجعه عن كل التخيلات دي صوت الراجل ده واللي بيشتمه وبيسب الملك والأسرة المالكة، وبيقول له يا عم أبوك على أبوهم. فبيقول له أنا مالي يا عم أنت، أنا اتحطيت معاهم غلط أساسا، وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بقى بيرجع للناب الأسود بتاعه وبيغير اسمه وبيخليه بلاك بدل نابو. ركز في الأسماء يا صديقي. وبعد كده بقى بيقول له جبت لك اللي أنت عايزه يا عم بلاك أهو، أنا عارف إنك ما بتحبش التونة. والمعلم بلاك طبعا بيفرح وما عادش شايف غير الأز حواليه، لا وبيتف التونة وبيرميها. يا الشلب هتزول من
وشك ان شاء الله يالها. وبيفضل ياكل الاكل زي الملهوف، والمعلم لو بقى بيقول له ما بالراحه يا عم، كده كده محدش بياكل معاك، بس هجيب لك منين انا كل شويه، احنا كده بقى لازم ندور على شغل جنب الدراسه بحيث كده اجمع مصاريفي واكفي احتياجاتك. وبعد كده بقى بيروح تاني على الاكاديميه وبياخد بص على المهام كده، وبعد كده بقى بيروح يدرب بلاك. بيكرر الكره وبيكون بيتسابق مع الاسماك اللي تحته، ولكنه بيخسر، والمعلم لو بقى بيمسكه وبيرميه عند الشلال وبيطلع عينه في التدريب. وعلى اخر النهار كان المعلم بلاك الصغير جاب اخره ورقد زي السمكه السنجاري على الارض. بس اول ما لو بقى بيقول له انه هياكله ويروق عليه بيفرح، وبتدب فيه الرشاقه والحيويه من جديد. عيل جشع بتاع بطنه يا جدعان، وواضح كده انه كان عايش الدور بس مش اكتر. والواد بقى اول لما بيلاحظ كده بينزله الميه تاني وبيقول له طب ما انتش واكل بقى يا روح ماما غير لما تصطاد لي السمك ده. وبينزل فعلا، وبلاك بيكون فنان وبيطلع كذا سمكه وبيطلع له في الامان. والمعلم له طبعا كان فرحان. وبعد كده بيروح للسوق بقى علشان يشتري شويه حاجات، وهناك بيقابل البت دي واللي طبعا بيتخانق معاها علشان خاطر ثبت الخوخ اللي نصبت عليه فيه لو تفتكر يا صديقي. ولكنها بقى بتعرض عليه يشتري الحاجات اللي هو عايزها ديت من عيلتها، وهي هتوصي عليه وهيعملوا له خصم جامد قوي. فبيقول لها هتوصي عليا؟ اشك في كده. فبيقول لها كام سله بحجر زمرد؟ في العاده حجر الزمرد بيجيب 10 سلات من اي نوعين مختلفين، بس البت بقى اتفقت معاه على 7 سلات بس، واتحججت له بقى ان عيلتها بتعمل حاجات جودتها خارقه، وال7 سلات دول بمقام 10 من السلات التانيه. والواد كان متردد شويه كده، وبعدها بقى قال لها تمام موافق. والنصابه دي بيكون اسمها نونا بالمناسبه يا صديقي، ونونا بقى بتقول له اتفقنا يا برنس. واثناء كده بتدخل عليهم الاميره تويا، والواد بقى بيتفاجئ لما بيلاقيها تعرفها، وبيقول لها انت جيتي علشان يا حبيبتي؟ فبتقول له لا، وبتنكر ان هي تعرفه اساسا. وبعد كده بقى بتديله ظهرها وبتمشي. بس الواد بعدها ما بيحطش في دماغه وبيرجع على البيت على طول. وفي مكان تاني بنشوف السيده دي بتسلم شاو مهمه جديده، وبتعرفه انه لو فعلا نجح فيها وخلصها على اكمل وجه هيرجع وهيلاقي مكانه كويسه، ومش بعيد كمان يلاقي الاميره تويا بنفسها مستنياك عروس في حفله زفاف. والواد بقى اول لما سمع سيره الجواز استلم منها الرساله، وكان في قمه السعاده صديقي. ولكن تعابير وشه اتغيرت لما سمعها بتقول له تعرف مين الشاب اللي رجع مع الاميره ده؟ فالواد استغرب، واللي هو هي مش المفروض قالت لكم؟ ازاي ما تعرفوش؟ هو معقوله ما يكونش خطيبها؟ هوبا، وها قد بدأنا. الواد بقى بيتوه معاها وبيقول لها لا معرفش، كل اللي الاميره قالتهولي انه يقرب لها من بعيد، تعرفي انت اي حاجه؟ فقالت له لا معرفش. فقال لها تمام ماشي، وكان مخبي غضبه علشان ما تبلغش الملك. وعلى الصعيد الاخر البيضه اللي كانت في مجال له الغريز اتكسرت، وبيخرج منها التنين ديت او العسوله ديت يعني. وطبعا الواد بقى كان في قمه السعاده بيها، وبيقول لبلاك من النهارده ميو هتكون شريكتك في التدريب. بس بلاك بقى ما كانش حاببها كده باين عليه، وبيقول له لا يا عم دي شكلها رؤياه ومفيش منها اي فايده. فعلى طول بتجمد امه في المكان يا صديقي. ولو بقى بيمسكوا تريقه والضحك ليفل ماكس بامانه. والواد بعدها بقى بيفتكر ان وراه مشوار مهم، فبياخد بعضه وبيطلع على مدينه بارك. بس قبلها بيروح يسجل ميرا كوحش تابع ليه، وهناك بقى بيلاقي كل البنات متجمعين حوالين الواد ده وفرحانين بيه علشان وسامته واناقته والكلام ده، ولان كمان معاه تنين من فئه عليا. وبعد كده بقى بيروح على لو وبيتنمر على تنينه وبيقول له ايه فرخه دي. بس ساعتها بقى ميرا بتفوق وبتبهر الكل بقى بجناحاتها الخلابه، وبتقول له كده بلغتها انت بقى فرحان بالتنين المكسوح اللي معاك ده؟ هاته دلوقتي وانا اكسر لك عظمه يالا. والواد فعلا بيفهم التحدي وبيطلع لها التنين فعلا. وعايز اقول لك ايه، كان فرحان بنفسه جدا يا صديقي. والخرفان المعجبه بقى بتشجعه، وبالفعل التنين بتاعه بيهاجم. بس ميرا بقى ايه اوف احي كده يالا كده ايدي وجعتني. وعايز اقول لك بقى بتهجم عليه بتكسره يا صديقي. لا طلعت جامده بنت يا ميرا. والواد ساعتها بقى اتعصب، وعايز اقول لك كان في نص هدومه الصراحه. ما علينا، الواد بقى بيخلص كل اللي عايزه من الاكاديميه وبيرجع بقى لبيته. بس قبلها بقى المعجبات بتتلم عليه، وتنين الواد ريو اللي اتهزم بيفوق من تاني وبيهاجم ميرا. بس على مين؟ خد على عينك يا حزين. بوم بقى بتكسر عظمه وبتحط على اللي جابوه، وكالعاده ميرا متألقه. وبالنسبه لريو بقى والمعزه اللي معاه، فانا بقول تشوف لكم تربه واسعه شويه كده وتترموا فيها انتوا الاتنين، ولا انت شايف ايه يا صديقي؟ ما علينا
علينا يا باشا بتيجي السيدة اللي أنقذت الواد عند البحيرة وبتدي الواد ريو جرعة شفائية، وده علشان تنينه المتكسوح. وبعد كده بقى بتطلع على المدرجات وبتدي لهم محاضرة، والكل بقى بيقعدوا يسمعوا منها الكلام اللي بتقوله. لا بس ايه بقى، بيفهموا الشرح كويس جدا، وطلعت شاطرة يا صديقي. وبعد كده بقى الواد بيرجع على بيته وبياكل ميرا رحيق الزهور اللي نونا جابته له يا صديقي، وبيقرر بقى يلغي السفرية لأنه هيحتاج يفضل جنب ميرا ويغذيها كويس، وده لأن هي لسه في مرحلة الطفولة زي ما انت شايف كده يا صديقي. وبيقرر بقى يطلع يدور على شغل، لأن زي ما انت شايف برضه ميرا هتحتاج مصاريف كتير، ولقمة العيش برضه صعبة يا جدعان. ولسه بقى بيطلع يدور على شغلانة، فبيلاقي المعلمة عنده، والمعلم بلاك قافش فيها بقى وواخدها بالحضن. ايه اللي انت بتعمله ده يالا يخرب بيتك؟ والمعلمة شينا بقى بتتكلم معاه وبتعرفه ان هي هتستعير منه بلاك لان هي عايزاك تعمل وحش في البحيرة. فلو بقى بيقول لها بصي انا عايز اساعدك بس بلاك قدامك مش هيرضى خالص، ده حتى بيعيط. بصي بس بيعيط مين؟ اسكت يا حزين. الواد بقى بيجري على شينا وبيقول لها انا معاكي، وحرفيا لو بقى بيضطر يروح معاه ورجله فوق رقبته يا صديقي. وبينزل بقى بلاك في الميه، والوحش بقى على طول بيخرج لما بيشوفه وبيجري وراه بقى، وهوبا بلاك بيديله واحده بقى بيجيبوا بيها على الباك. وبعدها بقى تنين المعلمه بقطمه واحده بس بيخلص على ابوه خالص. والمعلم بلاك بقى كان فرحان وكانه عمل حاجه يعني، بس ما علينا. شينا بتقول له تعال عندي البيت خد الرحيق اللي انت عايزه. ايوه يا صديقي كانت سامعاه وشكلها كده مراقباه من بدري. وبعد كده بقى بيرجع على بيته، وميرا بقى بتمسك الرحيق كده بتنسف امه في ثواني، وبعدها بقى بتتقلب على ظهرها. ما علينا برضه. الواد بقى وتاني يوم بياخد بعضه وبيروح على المكتبه بيدور كده على اي معلومات تساعده علشان يدرب تنانينه بشكل كويس. عايز اقول لك بقى بيدور كتير جدا بس بيلاقي ان كل الطرق مكلفه قوي، فبيرجع الكتاب مكانه. بس بعدها بقى بيلاقي كتاب ذهبي بيلمع جامد، فبيشيله علشان يبص ايه اللي جواه. بس بيلاقي بقى توي على الناحيه التانيه وبيقول لها ياه الصدف بتجمعنا كتير قوي. فقالت له هو انت مفكرها صدفه؟ انا جايه هنا بس علشان اخلص عليك. فالواد بقى بيتصدم وبيقول لها ليه انا عملت ايه بس؟ فبتقول له الصراحه ما عملتش، بس وجودك هنا خطر على حياتي، وكمان الناس بدات تدور وراك، وفي الاخر انا متاكده انك هتفضحني. فبيقول لها لا يا ست استهدي بالله، ربنا ما يجيب مصايب ان شاء الله. فبتقول له لا هخلص عليك دلوقتي، اي كلمات اخيره؟ فبيقول لها لا حابب بس اشكرك علشان دخلتيني اكاديميه جميله ومشهوره زي دي، شكرا ليكي، يلا موتيني. بس هنا بقى بتحصل الصدمه يا صديقي. بس يا ترى بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ ويا ترى لو هيتصرف ازاي؟ ويا ترى كمان ناوي يعمل ايه مع تنانينه؟ هو عايز يوصل لحد فين بالظبط؟ عايز اقول لك بقى يا صديقي ان لسه في احداث كتير، وعلشان يوصلك الاحداث الجديده ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع بقى اللايك الجامد زيك كده. وما تنساش بقى تبص على قنواتنا التانيه بننزل هناك ملخصات جامده يا صديقي. والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وبس كده، سلام يا صديقي.